تدري شنو صار؟ تابعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما قلت لكم بالضبط، أمريكا والشو مالتها وإحنا على مضيق هرمز وإحنا المسيطرين، كله كذب وكله فاشوش. هم جاي يستخدمون طريقة قديمة كلش اللي هي كذب كذب إلى أن تصدقك على الناس. هذا كان قبل، لأن ما كانوا إعلام، مو هسه. السوشيال ميديا والإعلام يجي بسرعة، فأنت إيش ما تكذب راح الناس تحتقرك أكثر. انتبه وياي. عن وول ستريت جورنال تقول عن مسؤول أمريكي أكثر من 15 سفينة حربية أمريكية متمركزة بالشرق الأوسط، اللي هي يم مضيق هرمز، أوكي، لدعم حصار مضيق هرمز. أوكي. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية شو يقول؟ أكثر من 10,000 عسكري موجودين و12 سفينة حربية. كان 15 صار 12. أوكي. وعشرات الطائرات، شاف هذا اللي طير فياله، سيشاركون في حصار مضيق هرمز. هاي يابا اوكي زين. طبعا حصار السفن الداخلة والخارجة للموانئ الإيرانية، وخاصة التابعة طبعا للحكومة الإيرانية. يابا اوكي كل زين، هذا اوكي. نقلا عن CNN تقول عن بيانات التتبع، نقلا عن CNN، لا شركة لا خبر عراقي ولا خبر عربي، عن CNN. تقول عن بيانات التتبع، السفن عدة مرتبطة بإيران. مرتبطة بيش؟ إيران. عبرت مضيق هرمز منذ بدء الحصار البحري الأمريكي. وين كنتم انتم؟ وين عشرات الطائرات؟ وين الدنيا؟ وين الكائنات؟ وطبعا عن CNN شو تقول عن شركة كبلر للتتبع؟ شو تقول 9 سفن تجارية مرت خلال هاي الفترة، اللي هم يعني شنو مسوي لهم سحر مثلا، جايبين سحارة، لو جايبين منه يعني السحر السفلي، ما شفتوهم يعني. 9 سفن تجارية عبرت مضيق هرمز منذ أمس، بينها ناقلتين نفط إيرانية. 2 ناقلات نفط إيرانية عبرت. زين وين الحصار مالتكم؟ وين المدمرات؟ وين السفن الحربية؟ وين 12,000 جندي؟ إذن هذول جاي يكذبون من جماعة كذب إلى أن تصدقك الناس. هنا رادوا يلمعون صورتهم وكذبتهم. إيش قالوا؟ طبعا عن وول ستريت جورنال تقول عن مسؤولين أمريكيين لا خطط لإطلاق النار على أي ناقلات تغادر الموانئ الإيرانية. كانتم وين قاعدين تبوعوهن، تسلمون عليهن، يا رحم الله والديكم، نعد كم سفينة طالعة، شنو يعني؟ انتم جايين الحرب، لو جايين حسابات عندكم محاسبين، طبعا جيبوا محاسبين وياهم ساعدوهم خطه، يخاف ما يقدرون. صديق كذب. طبعا هاي كلها، واكو خبر عن رويترز عن مسؤولين امريكيين يقولون احنا لن نمدد الاعفاء المؤقت من العقوبات المفروضه على النفط الايراني المنقول بحرا. لا والله. شوف هذا المره شنو مثلا. اذا نهايه الكلام وملخص الكلام، الجمهورية الإسلامية الإيرانية عرفت شلون تستخدم الورقة الرابحة في سبيل تخنق الاقتصاد العالمي وتهددهم وتقول لهم لازم تضغطون على ترامب. عرت ترامب، عرت كذباته، عرت الإسرائيليين، عرت القبة الحديدية مثل ما جاي نعرفها، عرت السلاح الأمريكي اللي على أساس أنه ما حد يقدر يهزمه. إذن أمريكا وإسرائيل هم عبارة عن ورق، لا أكثر ولا أقل. لله دركم.